المنتخب الوطني المغربي كان في فترة فقط وجيزة، وإنما كنشوفوا أنه يعني وضع البصمة ديالو في المنتخب الوطني المغربي. فبغض النظر على الجانب التقني، الجانب البدني اللي أيضا كان حاضر، فكنشوفوا أن جميع المباريات كان فيها انضباط تكتيكي محكم. كان يعني الجانب الذهني أيضا حاضر. وكنتمنى أن جميع اللاعبين يبقوا حاضرين، يبقوا مركزين حتى المباراة المقبلة إن شاء الله. كنتمنى التوفيق مرة أخرى للمنتخب الوطني المغربي وللجميع الأمم العربية والإفريقية أيضا، لأنه ما بقيناش فقط كنمثلوا المنتخب الوطني المغربي بوحده، وإنما كنمثلوا جميع المنتخبات العربية والإفريقية. أتمنى الشفاء للاعبين المصابين، وإن شاء الله الفوز حليفنا كونتر فرنسا. ان شاء الله كابتن حنان، بنشكرك طبعا على المداخله الممتازه دي، وان شاء الله نبارك لكم تاني بعد ماتش فرنسا، ونبارك لكم كمان تاني وتالت في النهائي. يا رب. بس دعوات الجميع بقى نطلبها دلوقتي من الجميع، انه ندعي المنتخب المغربي بجد، ندعي المنتخب المغرب، لان ده هيشرفنا وكمان هيحقق حلم لينا احنا كعرب وكأفارقة، وايضا هياخد بقى بايد كمان المنطقه الافريقيه والعربيه، يعني فوزهم مش بس ليهم، يعني احنا بنعتقد ان هيبقى في مردود جيد جدا وايجابي جدا على المنتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه. اكيد طبعا كلنا هنستفاد احنا كعرب وبالاخص وافريقيا بشكل عام عن تجربه المغرب، ونظرة العالم ونظرة الفيفا للأفارقة أو للعرب أكيد هتبتدي تتغير. يعني الفيفا بيبص على الحاجات اللي بتحصل دي، الإنجازات دي، أكيد النظرة هتختلف بعد الإنجاز التاريخي اللي بيعمله المنتخب المغربي واللي إن شاء الله هيكمل فيه. وده برضو يرجع لكل الاتحادات بقى، يعني الاتحاد المصري وكل اتحادات العرب واتحادات أفريقيا، وناخد من تجربة المغرب، يعني نحاول نقلدهم، يعني نحاول نعمل زيهم، نحاول نشوف هم وصلوا للإنجاز ده ازاي، ونمشي على نفس الخطى علشان كأس العالم اللي جاي لسه قدامنا 4 سنين، فنبتدي كله يحضر. لأن احنا بصراحة الكل بقى دلوقتي نفسه ان منتخبه يعمل كده، يعني احنا سعداء بيهم، ولكن ايضا نفسنا احنا كمان منتخباتنا العربيه كلنا سعداء، ولكن في كده حاجه كده بتنغص علينا. مش بتنغص طبعا يعني بتحركنا ان احنا أيوة. اكيد ده هيبقى دافع، ده اكيد هيبقى دافع ايجابي جدا لتطوير الكره المصريه والخطى على نفس خطى المنتخب المغربي، ونقدر نقول روشته سريعه في اخر الحلقه لتطوير او للسعي اللي احنا نطور الكرة في مصر، يعني إن شاء الله لازم هنقولها إن شاء الله. هنروح الآن إلى تونس وردود الفعل العربية على فوز المنتخب المغربي على منتخب البرتغال وتأهله إلى المربع الذهبي لأول مرة في تاريخ الكرة الإفريقية والكرة العربية. هيكون معانا الكابتن عبد الحق العليمي، هيكلمنا بقى عن رأيه في أداء المنتخب المغرب للمباراة، وأيضا لماذا نجح المغرب في الفوز على منتخبات كبيرة حتى وصوله الى المربع الذهبي. طبعا كابتن عبد الحق العليمي المدير الفني طبعا السابق لنادي الصفاقسي التونسي والمحاضر والمحلل للكره العربيه والعالميه. مساء الخير كابتن عبد الحق، اهلا بحضرتك معانا، والف الف الف مبروك طبعا ليك وللجميع وللمغاربه وللعرب كمان بوصول منتخب المغرب للمربع الذهبي. مبروك اخت رانيا، مبروك لنا كل العرب ولا فارقه، نحن نعيش الفرحه بكل جوارحنا. نعم، حققنا الحلم افريقيا وعربيا ان نرى اول منتخب عربي افريقي في النصف النهائي. نعم، قلتها سابقا وانا مسؤول على كلامي، كنت كاليتيم مدربا عربيا في اوروبا بين اتحادات كرة القدم، لم ارى انجاز عربي غير ان افتخر بربح ماجر ومحمد صلاح وحاتم الطرابلسي او محرز الجزائري. كنت ابحث على انجاز في انجازات غائبه. قلت كاس العالم ليس هو كاس افريقيا، لانه كاس افريقيا نحن الافارقه نشاهد المباريات، وانا اعيش في اوروبا واعرف ان كاس افريقيا لا يشاهدون في اوروبا، لكن كاس العالم الانظار تتجه. حاليا لا يوجد مواطن على هذه الارض لا يعرف علم المغرب ولا يعرف اسماء لاعبين المغرب.
المهم تكتيكيا المنتخب البرتغالي نزل المباراة، أراد صنع البريسينج، درس المنتخب المغربي جيدا وأراد الضغط العالي على منتخب المغرب باستغلال مهارات لاعبيه، لكن ما أخفق خطة المدرب البرتغالي واللاعبين البرتغاليين وما حير المحللين أن الأداء للمنتخب المغربي بضغط البرتغال، أداء المنتخب المغربي في تخريج الكرة، تخريج سيدرس في مدارس كرة القدم. وأنا كمدرب اليوم شاهدت 14 تمريرة بدون أن يجد المنتخب المغربي الحلول الاستحواذ على الكرة. تخريج الكرة كان في شكل نحبوها نحن المدربين نقول المثلث، تخرج الكرة في شكل مثلث ثم ترجع ثم تحول إلى اليسار وبناء الهجمة. بصراحة تخريج كرة جيد بمهارات عالية بفنيات أحبطت ذهنيا لاعبين البرتغال ومدرب البرتغال. لم يتصوروا هذا الحضور الذهني، وهذا الحضور الذهني ليس حضور ذهني فقط، تحتاج إلى لاعبين عالميين ذو مهارات في التمركز الجيد لطلب الكرة، لأنه إذا لم يكن التمركز الجيد اللاعب الذي يمتلك الكرة لا يجد الحلول. رأينا اللاعب الذي يملك الكرة يجد 2 حلول أو 3، يجد 3 لاعبين وتمر الكرة للزياش أو إلى أناحي أو إلى مرابط وتبنى الهجمة ثم تمر إلى نصيري. بصراحة سرعة بناء الهجمة ونقول الفنيات والتمريرات في بناء الهجمة تجعل من منتخب المغرب اليوم سيدرس، أقول وسيدرس في اتحادات كرة القدم الأوروبية هذا نقول المباراة على الأقل من ناحية ضغط عالي وكيفية أن تفك هذا الضغط العالي. المدرب الركراكي درس جيدا المنتخب البرتغالي، لعب بطريقة مختلفة عن المنتخب الإسباني، بادر بالهجوم، أراد أن يسجل هدف. نعم أحسسنا أن المغرب يريد أن ينهي المباراة بانتصار، على عكس مباراة إسبانيا المغرب كان يمر بالوقت ليذهب إلى ضربات الجزاء. أقول الحدث عشناه بكل فرحتنا بكل جوارحنا، عشنا مع المغرب. حتى الخوف عند الورقة الحمراء، قبل الورقة الحمراء كانت فرصة، أقول المنتخب المغربي فرصة قاتل لم يستغلها المنتخب المغربي. بنزول كريستيانو والتغييرات لم يجد، حتى بالتفوق العددي البرتغال لم يجد الحلول، لأن تمركز اللاعبين والتمريرات وسرعة التمريرات على الوسط ثم رجع الكرة ثم على اليسار جعلت المنتخب البرتغالي لا يجد هذه الحلول. هنيئا للمنتخب المغربي، هنيئا لكل العرب، هنيئا لكل الأفارقة، وهنيئا إلى كل الرياضيين. نحن فخورين بهذا المنتخب. كابتن عبد الحق خليك معانا علشان طبعا هنسأل حضرتك دلوقتي عن لاعب تحت المجهر، ولكن يعني كابتن عبد الحق يعني قدم شكل او التاكتكس اللي المغاربه عملوه مع البرتغال، هل نفس الطريقه تناسب فرنسا؟ لا طبعا، هو كل منتخب بيلعب بطريقة مختلفة. ومنتخب الفرنسي خلينا نعترف ان ده بطل العالم، عنده احسن لعيب في العالم حاليا، اغلى لاعب في العالم، اغلى خط نص في العالم يعني. وده ما يخوفناش احنا كعرب او ما يخوفش الفريق المغربي. خلاص الفريق المغربي فريق كبير برضو، عنده لعيبة عالمية ولعيبة مصنفة دلوقتي من افضل برضو اللعيبة في العالم في كاس العالم وهي بتلعب. ولكن التكتيك هيتغير، وزي ما احنا اتكلمنا وقلنا المنتخب المغربي قدر ان هو يستحوذ على الكرة ويدور الكرة، وده اللي اتكلم فيه. ممكن ما يقدرش يعمل كده مع منتخب فرنسا، ممكن يشتغل زون ديفنس، ممكن يعتمد على اكتر على الهجمات المرتده، ممكن يعتمد اكتر على الكور الثابته. انما هو قدر مع منتخب البرتغال ان هو اللي كان ليه اليد العليا في اغلب الاحيان من اللقاء. ممكن ما يقدرش يعمل كده حسب ظروف اللقاء، حسب استعداد اللعيبه اللي اتجهزت من الاصابات. لا كل ماتش بيبقى ليه طريقه، كل ماتش بيبقى ليه تكتيك، كل ماتش بيبقى ليه خطه منفصله على حسب الخصم برضو اللي انت هتلعبه. هم عندهم اطراف مرعبه، عندهم فرود يعتبر من هدافين كاس العالم ومن افضل الهدافين اللي موجودين على الساحه، رقم 9 بيلعب، يعني هو مش رقم 9 هو بيلعب رقم 9 يعني جوه البوكس هو موجود دايما. الفينش بتاعه عالي جدا، ده محتاج رقابه لصيقه، يعني ده محتاج رقابه لصيقه عليه. فاذا التكتيك هيبقى مختلف. وانا اتفق مع الكابتن طبعا بن جد اللي هو ظهر النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها، وهي ثقه المنتخب المغربي في تدوير الكوره والكلام ده. اكيد. طيب طبعا كابتن عبد الحق، انا الاول عايزه بس احيي حضرتك على توقعاتك
ومش هنقول توقعات بقى، على يعني رؤيتك لما حدث مع منتخب المغرب. أنا أتذكر أن في بداية المونديال سألت حضرتك هنا في الكرة العربية تتوقع للمنتخب المغرب ايه؟ يعني كنت بسأل حضرتك عن كل المنتخبات العربية المشاركة، حضرتك قلت المنتخب المغرب هيذهب إلى أبعد الحدود وهنراه في دور ال16 وهنراه في دور ال8، ولما لا نراه في دور ال4 وممكن نلاقيه في النهائي. فالحقيقة يعني كل اللي انت توقعته المنتخب المغرب، وده طبعا ناتج بيحصل، وده طبعا ناتج عن دراسة أكيد، حضرتك اكاديمي كبير ومحاضر كبير لكره القدم. طيب لاعب تحت المجهر اتفقنا انه هيكون عن لاعب من اللاعبين اللي شفناهم في المونديال، يا ترى اخترت لنا مين النهارده عشان تعرفنا عليه اكتر ويتحلل اداؤه خلال المونديال؟ لاعب تحت المجهر اخترنا لاعبين غنيين عن التعريف، وهو ميسي ومودريتش. ميسي في هذه الدورة مغاير كليا لميسي في الدورات السابقة. ميسي في هذا كأس العالم يريد أن يقول أو يهدي للجماهير الأرجنتينية في آخر مشواره الكروي كأس العالم، يريد نهاية مشواره الكروي بكأس العالم، يريد أن يهدي مارادونا في ثراه رحمه الله، يريد أن يهديه كأس العالم. مارادونا مغاير كليا، نقول من ناحية شخصية، هو مارادونا اللاعب المتواجد في المنتخب من أجل المنتخب، وهذا ما لقيناش مارادونا في كأس العالم السابق بهذه الصفات. مارادونا القائد، مارادونا الذي يصنع الحماس، مارادونا المدرب الثاني في نقول على الملعب، مارادونا المتواضع، مارادونا تكتيكيا مهاريا كان 50% من قوة المنتخب الأرجنتيني. الهدف الأول ضد هولندا هو هدف بتمريرة من ميسي ب10 عيون، ولا يقدر أي لاعب غير ميسي أن يمر هذه التمريرة. نقول ميسي ترجع الأسهم نتاعو وترتفع بعد نقول تذبذب أداؤه في باريس سان جيرمان. اللاعب الثاني مودريتش رجل المدلل للكرة الكرواتية. مودريتش ما غني عن التعريف. مودريتش نقول في هذه كأس العالم وكأس العالم السابقة، وخاصة كأس العالم هذه في سنه المتقدم، هو 50% من قوة المنتخب الكرواتي. ذكرني بزيدان عندما لعب المنتخب الفرنسي ضد المنتخب البرازيلي في كأس العالم، وكان المنتخب البرازيلي مدجج بكل لاعبيه العالميين. آنذاك انتصر زيدان، لا أقول فرنسا، انتصر زيدان على البرازيل. أكثر نقول مباراة تبقى في تاريخ وذهن المشاهد في مشاركة زيدان. ومودريتش ذكرني ضد البرازيل بزيدان، كان هو الفاعل، كان هو نقول المتواجد في الملعب، تمريراته وتوجهاته وشخصيته، ونقول انتصر مودريتش على المنتخب البرازيلي. نشكرك كابتن عبد الحق العليمي، طبعا مدير فني السابق لنادي الصفاقسي التونسي والمحاضر والمحلل للكرة العربية والعالمية، على هذا يعني التحليل الرائع لمنتخب المغرب وأداء اللاعبين أيضا هناك. كمان معنا خبر الفيصل يهنئ المغرب على الإنجاز التاريخي أمام البرتغال. وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي رسالة تهنئة للمنتخب المغربي بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف وبلوغ نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022. وطبعا وصولهم للمربع الذهبي كان إنجاز كبير، وقال على حسابه الشخصي على تويتر: ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق وللكرة العربية هذا الإنجاز التاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم. طبعا العرب الحقيقة نقول بدأت بقى التهاني يعني نقول النصر كلام عن هذا الإنجاز يعني على طول بعد الماتش. الفوز وتحقيق الانتصارات بيعمل حالة بين الشعوب العربية بالذات والشعوب الأفريقية، بتبقى حالة جميلة. كل بيتسابق إنه يهنئ، والكل يتسابق إنه يقدم التهاني والأفراح والهدايا وما شابه ذلك. فهي حالة دايما بنقول ان الكوره هي سبب رئيسي لفرحه الشعوب، فبالتالي كله فرحان بالمنتخب، كله بيتفاخر بالمنتخب، كله مترقب يعني عنده ثقه كده. ايوه عنده ثقه ان هو المنتخب المغربي يعني ده مش تهنئه وبس، لا يعني طبعًا ده طبعًا يعني احنا حاسين ان في حاجه كبيره المغرب ان شاء الله هيعملها باذن الله، بيدي امل لكل الشعوب العربيه. بس انا كنت عايز يعني قبل ما ننتقل للفقره اللي بعد كده
الكابتن عبد الحق نوه عن حاجه لميسي طبعا. آه. يعني ميسي 36 سنه ويعتبر دي اخر مشاركه ليه، ولكن هو بالفعل بيقدم اداء ممتع. ميسي بيحمل على اكتافه احلام الكره الارجنتينيه كلها بالحصول على كاس العالم، علشان هم بقالهم كتير جدا طبعا ما حصلوش على كاس العالم، ورغم الضغوطات دي فهو بيأدي اداء بصراحه رائع. هو مش الافضل في كاس العالم حتى الان، ولكن هو وجوده عامل حاله من الرعب للفرق اللي بيلعبها. احصائيه بس كده سريعه وبسيطه عن ميسي، ان ميسي مثلا في ماتش استراليا جري او اتحرك 9 كيلو. الغريب ان من 9 كيلو دول المحللين والناس اللي بتختص بالارقام رجعت لل9 كيلو دول لقت اللي هم منهم حوالي 4 كيلو ونص او اكتر من 4 كيلو ونص هو ميسي بيتمشى في الملعب، بيتمشى بمعنى بيتمشى في الملعب. فابتدوا يركزوا، هو التمشيه دي معروفه ان ميسي احيانا بيتمشى في الملعب، بس العدد يعني عدد الكيلوات 4 كيلو ونص واكتر من كده بيتمشى في الملعب. ده رقم يعني بيدل ان هو بيركز قوي، بيشوف الثغرات اللي يقدر يقتحمها من الفريق الخصم، كمان بيوجه اللعيبه في الملعب كانه مدير فني اثناء اللي هو بيمشي. واحد تاني عمل ارقام لميسي بيقولوا اللي هو بيعمل 680 سكان في الملعب، يعني 680 مره بيبص وراه بيشوف في حد في ظهره ولا لا. تمريره ما بصش. ايوه عمل على هو ما بصش اللي هيديله الكوره. أيوة هو شاطها بالظبط كده. شاف تقريبا ميسي بيحقق ارقام غريبه في الكوره. المحللين اللي بتحلل ارقام ميسي وتحركاته واستحواذه والكلام من ده كلام كبير جدا يعني. أكيد. هننتقل الان الى المملكه العربيه السعوديه، وطبعا نستقبل الاستاذ عثمان الشلاش الناقد الرياضي والصحفي في المملكه العربيه السعوديه، ونعرف منه وناخد منه تعليق كده على انتصار المغرب وانتصارات المغرب المتعدده على منتخبات كبيره في المونديال. مساء الخير يا استاذ عثمان، اهلا بيك معانا وبنقول لك الف مبروك طبعا لمنتخبنا المغربي الشقيق الوصول للمربع الذهبي، وكلمنا عن ردود الفعل في المملكه العربيه السعوديه. أهلا أستاذة رانيا، تحية طيبة لك وتحية لجميع الزملاء، وأسعد الله مساكم بكل خير في يوم جديد من رياضة أونلاين بالعربي. اليوم وكل يوم هو يوم أسود الأطلس. المنتخب المغربي كأس العالم هو المنتخب المغربي، المنتخب المغربي الذي أبهر العالم جميعا، حقق انتصارا كبيرا على المنتخب البرتغالي. المنتخب المغربي في دور الأربعة. حديثنا اليوم سيكون عن كأس العالم الذي وصل إلى مراحله الأخيرة. المنتخب المغربي فخر العرب، يحقق منجزا جديدا ومنجزا تاريخيا بالوصول لدور الأربعة، ويقابل المنتخب الفرنسي. الديوك الفرنسية ستواجه أسود الأطلس، وبإذن الله سيكون للمنتخب المغربي كلمة في هذه اللقاء. تحية طيبة لك أستاذة رانيا ولضيفك العزيز وجميع الزملاء في حلقة اليوم من برنامج رياضة أونلاين بالعربي. كما تعلمين اليوم احتفل العرب واحتفل الشارع العربي بهذا الانتصار الكبير، وعلى أرض دوحة قطر وعلى أرض دوحة العرب المنتخب المغربي يبهر العالم ويحقق نصرا كبيرا أمام المنتخب البرتغالي، ويفوز بنتيجة المباراة ويتأهل لدور الأربعة ليواجه المنتخب الفرنسي. ميسي ورفاقه أمام عناد المنتخب الكرواتي. لقاءين مهمين بلا شك ستكون هي المواجهات الحاسمة قبل النهائي كأس العالم. شخصيا أستاذ راني أعتبر المنتخب المغربي هو بطل الحقيقي لكأس العالم، لأنه حقق إنجازا جديدا للعرب. الشارع المغربي احتفل كما تعلمين، والشارع العربي أيضا جميع الدول العربية احتفلت، وشاركت المنتخب المغربي وشاركت المغاربة في هذا الانتصار. أبارك للمغرب، المملكة المغربية، الفوز وتأهل لدور الأربعة حكومة قيادة وحكومة وشعبا، وأبارك لكل العرب. الأستاذ رانيا، طبعا لا شك أنه تأهل المغرب هو منجز جديد وخطوة جريئة للمنتخبات العربية للوصول
إلى أبعد نقطة في هذا المونديال الذي كنا نشارك فيه على استحياء، وكانت مجرد المشاركة في هذا المونديال تعتبر إنجازا للعرب. اليوم نحن على أعتاب مجد جديد والتأهل بإذن الله للمنتخب المغربي لنهائي كأس العالم بعد الفوز على الديوك الفرنسية بإذن الله، وتحقيق انتصارا مهما للعرب. الشارع أو الأشقاء المغاربة وحتى العرب وحتى السعوديين شاركوا المنتخب المغربي في هذا الفوز الكبير. نصبت الشاشات في الميادين وفي الساحات في جميع الدول العربية واحتفاء بهذا الفوز الكبير. شكرا للمغرب وشكرا لدولة قطر على هذا التنظيم. وهذا ما لدي من تعليق في هذا اليوم أستاذ رانيا. شكرا لك وشكرا لجميع الزملاء، وبانتظار أقوى المواجهات، الأرجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا، وبإذن الله نلتقي ويكون المنتخب المغربي أسود الأطلس في المباراة النهائية. شكرا استاذ عثمان الشلاش الناقد الرياضي والصحفي في المملكه العربيه السعوديه. وطبعا التفاؤل ده اهم شيء اللي احنا سمعناه في كلامك، ان باذن الله منتخب المغرب هيفوز على المنتخب الفرنسي. ده اللي احنا محتاجينه، بجانب طبعا التشجيع ووقوف معاهم والدعاء طبعا لله. كمان في المملكه العربيه السعوديه كان في الحقيقه مسانده كبيره جدا من الجميع هناك، سواء يعني مؤسسات رياضيه او حتى افراد، وتم اتاحه شاشات عرض عملاقه للجمهور السعودي للتوجه طبعا اليها ومتابعه المنتخب المغربي بالمجان، واماكن كمان وفروها للمنتخب او الجماهير السعوديه في العديد من المحافظات، منها محافظه الاسياح في منطقه عين بن فهيد. ودي لقطات طبعا من عين بن فهيد بمحافظه الاسياح، وشايفين ان جماهير السعوديه قاعده يعني بتتابع طبعا المنتخب المغربي. كان المنتخب السعودي طبعا مشارك استاذ احمد، ولكن خرج حلاوه الفوز برضو المنتخب السعودي. أيوه. فهم اكتر ناس حاسه بفرحتهم وحاسين بيهم، عشان هم دقوا الفوز ده وفازوا على منتخب كبير، منتخب مرشح للفوز بكاس العالم حاليا هو المنتخب الارجنتيني، ولكن هم بيقدموا برضو التهاني والافراح تجاه المنتخب المغربي. لا وسعداء، احنا كلنا سعداء حقيقي طبعا يعني طبعا طبعا يعني مش تشجيع وبس، لا احنا سعداء جدا، كلنا سعداء وكلنا فخورين بالمنتخب المغربي طبعا وبالاداء اللي بيقدمه يعني. وانا دايما بركز على الاداء، علشان هو يعني الموضوع بقاله ماتشين مش محض الصدفه او هو قفل الماتش، لا هو صدفة. بيلعب وعنده جراءه واللعيبه صدقت نفسها يعني. طبعا. الاهلي المصري كمان اعرب عن تهنئته للمنتخب المغربي، وقال المغرب اسعد كل العرب بانجاز تاريخي. حاجة جميلة من النادي الأهلي. كلنا عارفين اللي كان فيه خلاف سابق ما بين النادي الأهلي ونادي الوداد في أفريقيا يعني، ولكن جميل جدا ان الأهلي دلوقتي بيساند المنتخب المغربي كإخوة عرب في منطقة واحدة في روح واحدة. فجميلة جدا، لفتة طيبة جدا من النادي الأهلي ومجلس إدارته ان هو يقدم التهاني في الوقت ده للمنتخب المغربي، وده طبعا اللي احنا بنتوقعه دايما من منظومة النادي الأهلي يعني. النادي الأهلي كمان من الأندية اللي حققت أرباح نتيجة طبعا. وصول المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي، لأن بيشارك معاهم اللاعب بدر بنون نجم النادي الاهلي. وفي طبعا حضرتك هتكلمنا بقى عن طبعا هو اللاعبين والانديه في المونديال. الفيفا دايما بيقدم يعني مساعدات وبيقدم حاجات تخلي وحوافز وكلام من ده، يخلي دايما ارتباط الانديه وارتباط الاتحادات وارتباط المنتخبات اكتر بالحدث اللي كلنا بننتظره كل 4 سنين، وهو حدث كاس العالم. فمن يعني من الحوافز دي هو تقديم بعض الاموال للعيبه اللي بتشارك واللي بتصل للأدوار النهائية مع منتخباتها بشكل يومي، يعني بشكل يومي بيدوا لهم حوافز كل ما تعدي المرحلة دي، كل ما تاخد حوافز. فطبعا اللائحة كانت بتنص على ان اللاعب اللي بياخد الحوافز او اللي بياخد المبلغ ده بياخده وبيستفاد منه الفريق اللي كان بيلعب فيه لآخر سنتين، مش آخر سنة واحدة. وده الجميل برضو في الموضوع يعني او في اللائحة، ان النادي الأهلي طبعا في سنة تضاف لخزينة النادي
النادي الاهلي وسنه تضاف للفريق القطري اللي بيلعب فيه بدر بنون. فبالتالي اي رقم هيخش لبدر بنون او للمغرب يعني فهو هيقسم ما بين النادي الاهلي والنادي القطري بنسبه 50%. وده رقم انا شايفه يعني رقم جميل جدا. اي مش مهم عندي رقم هو عالي قوي او رقم قليل، ولكن هو المبدأ نفسه والحافز نفسه اللي هيسعى اليه كل الانديه وكل المنتخبات في حته اللي هي قبل كاس العالم. يعني الموضوع ده حصل برضو مع اللعيب جيرزمان الفرنسي وهو بيلعب في نادي اتلتيكو مدريد، وكانت نسبه مشاركاته فيها مشكله، فان هو لو شارك هياخد فلوس اكتر، فابتدوا يعدلوا العقد مع برشلونه انه يشارك عشان يلعب في كاس العالم، وهو دلوقتي بالفعل من القوام الاساسي لمنتخب فرنسا. نفس الكلام للنادي الاهلي اللي اطلق بدر بنون وخلاه يروح يلعب بشكل منتظم علشان يلتحق بالمنتخب المغربي. ان كان بدر كمان قاعد يعني فتره طويله كان عنده مشاكل. ما هي كان مشاكل. وليد الركراكي يعني انه يعني يبص يثق في بدر بنون. فده يعني معناه ان الثقه دي طبعا هو مدرب دلوقتي بس نعتبره مدرب ده بدر بنون لا خلاف عليه. وطبعا وليد الركراكي مدير فني يعني قدير ان هو يستعين بخدمات بدر بنون، ولكن انا ببص قد ايه ان بند في اللائحه او حافز خلى الانديه تتحرك ان اللعيبه تشارك في كاس العالم وان اللعيبه تلتحق بكاس العالم، وبالتالي كلهم دلوقتي يعني بياخدوا ثمار القرارات اللي خدوها سواء الاهلي بانه يترك بدر بنون او طبعا المنتخب الفرنسي يعني. طبعا كمان فلسطين احتفلت الحقيقه بشكل كبير بوصول المنتخب المغربي الى دور المربع الذهبي وايضا فوزهم على البرتغال. طبعا ده جانب او لقطه من احتفالات الفلسطينيين اللي خرجوا في الشوارع وفي الساحات في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه للاحتفال بهذا الانجاز الكبير. والحقيقه ده مش غريب على فلسطين والشعب الفلسطيني اللي بيدور وبيبحث على اي فرحه علشان يعبر فيها عن يعني خروجه وسعادته، ونقول انه يبعد شويه عن الأجواء العصيبة والتضييق اللي بيحصل عليه من الاحتلال الإسرائيلي. دايما موجود معنا الشعب الفلسطيني في أفراحنا وفي أحزاننا، ودايما بيشاركنا في كل الأوقات اللي احنا بنحتاج فيها ان احنا يبقى في تكاتف من كل العرب. ما بيبخلش علينا الشعب الفلسطيني أبدا بوجوده وسطينا في فرحتنا احنا كمصريين بأي إنجاز بنحققه، سواء إنجاز على مستوى الأندية أو إنجاز على مستوى المنتخبات. وجودهم دايما بيبقى شرف لينا، مساعدتهم دايما شرف لينا. ده مش غريب على الشعب الفلسطيني تقديم الافراح والتهاني للمنتخبات اللي بتحقق انجازات وبالاخص المنتخب المغربي. طبعا يعني اكيد كمان الشعب المغربي رجال وسيدات يعني متهيألي دلوقتي هم كلهم يعني رافعين علم المغرب، يعني موجود معاهم دلوقتي على طول في اي مكان بيروحوه، حتى في لبسهم في ازيائهم. يعني بداوا ان هم على طول لابسين اللون الاحمر علم المغرب، اي حاجه بتدل على يعني انتمائهم للمغرب وطبعا منتخب المغرب. الاستاذه منى المختار الاعلاميه المغربيه هتكون معانا حالا الان، يعني نقول لها مبروك طبعا يعني لمنتخب المغرب الوصول والانجاز الكبير اللي حققه في الوصول المربع الذهبي، وكنا سعداء جدا الحقيقه كمان للمغرب. استاذه منى، فالف مبروك ليكم ويا رب يتممهم على خير باذن الله ويوصلوا النهائي. الله 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 على نصر ما بعده نصر. مبروك على أسود الأطلس، مبروك على كل مغاربة في العالم بأسره، ومبروك على العرب كلهم. هذا الفوز ديالنا كلنا مشجعين المنتخب المغربي. مبروك مبروك مبروك، ربي يحفظكم وتبقوا دائما فوق. هزيتوا فعلا هزيتوا راسنا عاليا، تبارك الله عليكم وربي يحفظكم يا رب. طبعا يعني بندعي كلنا للمنتخب المغربي ان شاء الله انه يحفظهم، يبعد عنهم الاصابات، لان الفتره دي يعني هي فتره راحه مهمه جدا جدا للاعبين عموما ما بين ماتش كبير وماتش كبير برضو في ادوار نهائيه في المونديال، وكمان مرحله الاستشفاء دي
هتبقى مهمه جدا، وده هيكون دور بقى الجهاز الفني طبعا والجهاز الطبي بالاخص، مرحله الريكفري دي مهمه جدا، الريكفري البدني والريكفري الذهني، علشان تخش الماتش اللي انت رايحه. ده ماتش يعتبر بمثابه ماتش نهائي، هو ماتش قبل نهائي، ولكن انت بتقابل بطل العالم في النسخه الماضيه المنتخب الفرنسي، وبما يحتويه من لعيبه هم الافضل في العالم والاغلى في العالم حاليا، سواء كان على مبابي طبعا اغلى لاعب في العالم والاهم في العالم دلوقتي، والمرشح جائزه احسن لاعب في العالم تشاوميني لاعب خط النص صغير السن اللي بيلعب في ريال مدريد اللي بيقدم اداء عالي جدا. جيرو افضل فيرود دلوقتي موجود في كاس العالم، وهو تقريبا اللي مكمل. مش عايز يعني المنتخب كله يعني منتخب كبير، فانت محتاج تعمل فتره راحه، فتره ريكفري، اكيد هم عارفين الكلام ده، والجهاز الفني بقياده المدير الفني صاحب ال47 عام فقط وليد الرجراجي قديرين اللي هم يعدوا المرحله اللي جايه ويعدوا الماتش الجاي على خير باذن الله ان شاء الله. طبعا اسره البرنامج بتهدي هذه الاغنيه للمنتخب المغربي لتشجيعه طبعا، وكمان لكل الجماهير المغربيه للتهنئه بالانجاز الكبير اللي حققه منتخب المغرب. نشوف الاغنيه طبعا ونرجع مع حضراتكم ومع ضيفنا الاستاذ احمد. فريق متكامل متجانس تحت قيادة طبعا وليد الركراكي. واضح من يعني اللقطات اللي شفناها قد ايه في انسجام، لا في انسجام، في تفاهم يعني ما بينهم. هو الركراكي نجح انه يصفي اللاعبين ذهنيا من اي مشاكل قبل كده. فكره اللاعبين دول كانوا مقطعين بعض في روسيا، ما كانوش بيطوعوا بعض في روسيا، يعني كان بينهم مشاكل كبيره جدا. شوف نفس اللاعبين عاملين ازاي في قدر يعمل وليد الركراكي يعمل حاله انسجام زي ما حضرتك بتقولي، حاله تفاؤل، سيطر على اوضه اللبس، سيطر على اللعيبه الكبار واللعيبه الصغيرين في قوام المنتخب المغربي. فرحتهم فرحه جميله.
احنا كنا بنحس بيها وعارفينها لما كنا بنحقق انجاز تاريخي، سواء الفوز بكاس افريقيا او احد الانديه المصريه يفوز بدوري ابطال افريقيا او حتى الوصول لكاس العالم. فرحتهم فرحه جميله، انجاز تاريخي يكتب بماء الذهب. يعني الف مبروك للمنتخب المغربي، وان شاء الله نتمنى له الوصول للنهائي يعني ان شاء الله. الرجوب كمان رئيس الاتحاد الفلسطيني هنأ المغرب وهنأ العرب بالصعود. طبعا الاتحادات العربيه بقى يعني بتشاهد، في منهم بيشاهد في صمت، في منهم بيشاهد في دهشه، وفي منهم بيشاهد في فرح، في حسره. يعني احنا مش يعني عايزين نتكلم بصراحه. بعض المنتخبات العربيه مقصره كثيرا في حق الاتحادات العربيه، في حق منتخباتها. المنتخب يعني رئيس اتحاد الكره الفلسطيني طبعا من اوائل المهنئين للمنتخب المغربي كان، وطبعا هو بيعمل كل ما في وسعه الحقيقه، لان طبعا الظروف عندهم صعبه في فلسطين، مش نقدر نلوم على هذا الاتحاد طبعا. يعني ما نقدرش نلوم على الاتحاد الفلسطيني، ويكفي مشاركته بالتهاني وتقديم افضل التهاني والافراح لاي انجاز بيحققه اي منتخب عربي او منتخب افريقي. ولكن لو حبينا نتكلم على المنتخبات اللي عندها الاوضاع مستقره وعندها الامكانيات الماديه والامكانيات الفنيه في تقديم مستويات افضل من كده وللوصول لكاس العالم. طبعا زي ما حضرتك بتقولي في اتحادات بتشاهد الموقف بحسره، ومنهم من يشاهد الموقف في صمت بدهشه او بفرحه، بدهشه يعني او ايوه طبعا. بس في بعض الاتحادات اكيد متحسره طبعا يعني احنا نتمنى ان حال الكره المصريه يبقى افضل من كده بشويه، ونقدر نتكلم في روشته سريعه طبعا بعد اذن حضرتك عن تطوير. طب هناخد الاول بس رساله يعني في اليمن جت حالا دلوقتي من اليمن، من الاستاذ رياض الجيلاني الاعلامي اليمني، ونرجع نتكلم عن الروجيتا دي سريعا. مساء الخير استاذ رياض الجيلاني، اهلا بحضرتك معانا. وكلمنا عن يعني ردود الفعل بقى ورأي حضرتك فيما يعني حققه منتخب المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزملاء، شكرا لك رانيا. طبعا أسود الأطلس كسرت الخرافة التي قالت إن وصول بلد عربي لربع نهائي بطولة كأس العالم هو ضرب من المستحيل، فكانت رقصة الخيول العربية في حفلة ملكية على حساب المنتخب الإسباني في انتصار جاء بضربات الترجيح التي فرض أبناء الركراكي خيارها على طاولة المواجهة العربية الإسبانية بطعم ذكريات أندلسية ستظل حاضرة على الدوام. طبعا أثبتت أسود الأطلس أنها ليست طيورا تمادت في مديح غنائها أمام البرتغال بنجومه ورجاله، فقد جاء النصر التاريخي بهدف تاريخي يليق بالمناسبة التي كان ملعب الثمامة مسرحها بمقاعده التي استضافت 44,000 من المتفرجين. يوسف النصيري وقبل انتهاء الحصة الأولى من المواجهة الأغلى في تاريخ الكرة المغربية حتى اللحظة يرتقي فيرى وعبر نافذة الدور القديمة المستحيل، فيخاطبه قائلا: أنت في قاموس المغربي تعني أن لا شيء، ليضع أغلى أهداف الكرة المغربية والعربية والأفريقية في شباك ديغو كوستا. طبعا المغرب بهذا الفوز أصلح العربة التي طالما سخرت منها طرقات كأس العالم. لم تتلعثم خطوط فريق الركراكي طوال المواجهة، تعامل يمتلئ بالرجولة في الدفاع والثقة والمهارة في الخروج من مناطقه والتهديد في مرتداته، وكلها أمور تحدثنا عن إعداد نفسي لتوليفة من اللاعبين العرب الذين ينشط بعضهم في أكبر أندية العالم. أداء مغربي جعل المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس حائرا يبحث عن عراف يفسر له ما حدث. أداء مغربي جعل رونالدو يخرج باكيا محاصرا بأسئلة تبحث عن إجاباتها للاعب يصنف ضمن أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم الطويلة. نصر مغربي ينهي رحلة عبثية عربية أفريقية في بطولات كأس العالم بوصول إلى نصف النهائي، وربما نراه طرفا في نهائي كأس العالم 2022، ولما لا؟ شكرا الأستاذ رياض الجيلاني الإعلامي اليمني. ويعني نتمنى طبعا نسمعك كده وانت بتهنئ منتخب المغرب ان شاء الله في النهائي. استاذ احمد، يعني كنا بنتكلم عن يعني كيف يصل منتخب او كيف يفوز منتخب زي المغرب او اي منتخب
يعني محتاج يعمل ايه علشان يوصل للمرحله دي؟ زي ما قلت لحضرتك، هو كاس العالم بيبقى عرض ل4 سنين شغل. الاتحادات بتشتغل لمدة 4 سنين، في الآخر بتقدم منتخب هو ده اللي صنعوه في 4 سنين أو اللي حاولوا يطوروه في ال4 سنين. فإحنا عندنا فرصة 4 سنين اللي إحنا نظهر بشكل مختلف عن اللي ظهرنا بيه قبل كده، ولكن عشان تظهر بالشكل ده في صالة العرض دي لازم تاخد بالأسباب وتبدأ على تطوير الكورة في مصر. رقم 1 عشان نطور الكورة في مصر ونعتبرها روشتة تطوير الكورة المصرية، رقم 1 عندنا هو تطوير البنية التحتية، تطوير وإنشاء بنية تحتية جديدة، ملاعب. ما ينفعش حضرتك أي شغل في الدنيا، أي شغل في العالم، أي بيزنس بيقام في أي بلد في العالم من غير المكان يبقى مجهز. احنا حضرتك قاعدين قدامنا ترابيزة، قدامنا في كاميرات، في إضاءة، علشان في الآخر نقدم شاشة أو نقدم حاجة تليق بالسادة المشاهدين. بالتالي ما ينفعش النهاردة يبقى لسه عندنا مشكلة في الملاعب، ملاعب الدرجة الثانية، عندنا مشاكل في ملاعب الدرجة الأولى، يعني ملاعب الدرجة الأولى وملاعب الدرجة الثانية وملاعب الناشئين طبعا والبراعم وما شابه ذلك. لازم يعني تطوير وتجهيز البنية التحتية، ده رقم 1. رقم 2 إعادة الدورات التدريبية والرخص المعتمدة من الاتحاد الدولي ومن الاتحاد الكاف في تطوير المدرب المصري. المدرب المصري هو اللي سايق السيارة، فهو لازم يبقى بيعرف يسوق علشان كلنا ما نخبطش في حيطة. فبالتالي لازم نبحث عن رجوع الدورات التدريبية والرخص المعتمدة لتطوير المدرب المصري الذي من خلاله يقوم بتطوير اللاعبين. رقم 3 وهي خروج اللاعبين صغار السن. احنا لو بصينا للمنتخب المغربي، قوام المنتخب المغربي او التشكيل الاساسي للمنتخب المغرب امام البرتغال، كل اللاعبين دي لعيبه محترفه باستثناء الباك ليفت اللي هو كان اسمه يحيى. منهم لعيبه اصلا ما لعبتش في المغرب 4 لعيبه، وباقي اللاعبين لعيبه محترفه منذ الصغر. اذا لازم الاتحاد المصري مع التكاتف مع وزاره الشباب والرياضه، مع التكاتف مع جميع الانديه المصريه في السماح وتسهيل خروج اللاعبين صغار السن للاحتراف الخارجي لمزيد من الخبرات، لمزيد من الضغوطات. احنا ليه بنقول ان المنتخب المغربي ند في ند للمنتخب البرتغالي؟ كل اللعيبه اللي حضرتك شايفاها، كل اللعيبه اللي الساده المشاهدين شايفينهم، دي لعيبه اوريدي اتعرضت للاجواء دي من خلال الدوريات الاوروبيه، من خلال الاجواء الاوروبيه، من خلال الضغوطات الاوروبيه. فالنهارده هو واخد على الاجواء دي، فالنهارده بيلاعب البرتغال ند بند. اشرف حكيمي النهارده عادي جدا انه هيلعب قدام مبابي، ده معاه في الفرقه. اي لعيب، فدي اي لعيب اتعرض للضغوطات دي، فدي روشته سريعه. وانا بشكر حضرتك طبعا وبشكر الساده اسره البرنامج. شرفتنا ونورتنا في القاره العربيه. قبل ما نختم بس، زي ما الفرحه دايما بيستقبلها الكبار والصغار، ويمكن الاطفال الصغيرين هم اكتر ناس بيفرحوا لفوز منتخبهم او فرقتهم، وبنشوف الفوز ده وبنشوف الفرحه دي عليهم. زي ما هنشوف دلوقتي الطفله المغربيه اللي كانت سعيده وعبرت بكل براءه عن فرحتها وعن انجاز منتخبها، وهي اكيد فخوره بيه وهتفضل فخوره طول عمرها اكيد بهذا الانجاز. نشوف الفيديو، وبنشكر حضراتكم طبعا لحسن متابعه حلقتنا النهارده، والى اللقاء. الف مبروك للمغرب، ان شاء الله يواصلوا على خير.